يو السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي يكون انطلاقه ديال واحد السلسله جديده. اولا وقبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه فيما يحبه ربنا ويرضى. وبعد، هاد السلسلة ديال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واللي كتعتبر أعظم سيرة وأطهر تاريخ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هاد السلسلة ما جاتش باش أننا نعرفوا المسلمين على الدين ديالهم أو لا على السيرة ديال نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، إنما من خلال هاد السلسلة هادي غنتعلموا بزاف ديال الحوايج، ومن بينها أو لا من أهمها اللي ما كيردوش ليها الناس البال بزاف هي أنه إلا ما قريناش هاد السيرة هادي وما فهمناهاش راه غتجينا صعيبة أننا نفهموا القرآن الكريم وبعض الآيات من القرآن الكريم. ومن طبيعة الحال باش نفهموا هاد الآيات هادي ولا بد خصنا نرجعوا لهاد السيرة هادي وأننا نقراوها ونفهموها. البداية ديال هاد السلسلة هادي نقدروا أننا نبداوها في مولده صلى الله عليه وسلم، ولكنني بغيت نبداها قبل باش نعرفوا التاريخ ديال العرب قبل ما يجيهم هاد النور الهادي، كيفاش كانوا وكيفاش ولاو قبل ما يجيهم الوحي. واحد الريفوليسيون كبيرة وقعت ما يقدرش الانسان العادي يشوفها الا رجع لهاد السيره هذه. غادي تكون سلسله طويله ولكن كنأكد لكم انها غادي تكون ممتعه جدا باش نفهموها مزيان ونعرفوا عليها كل شيء تقريبا. وهنا ملاحظه باش تعرفوها وباش تشاركوا كاملين في البارطاج ديال المعلومه. اي واحد اكتشف انني غلطت في شي حاجه ولا انه بان ليه شي خطا راه ممكن انه يصحوا في لي كومونتير. شي اللي تنقول ماشي وحي منزل ولكنه استنادا على بزاف ديال المراجع اللي كيرجعوا ليها العلماء المسلمين او للمسلمون بصفه عامه، لعل ابرزها اللي هما صحيح البخاري وصحيح مسلم. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا الانترو ديال هذه السلسله هذه. كندعيكم انكم تشتركوا في القناه باش يوصلكم الحلقات الجديده اللي غادي يكونوا، وكنأكد لكم مره اخرى انكم غادي تعيشوا التفاصيل ديال هذه السيره هذه، نعيشوها جميعا. كنضرب لكم موعد ونتلاقاو في الجزء الاول ديال السيره النبويه. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. صلى الله.